وموعدنا مع موبايل جديد من اونر، الاونر اكس 7 دي. موبايل نازل منه نسختين، واحده 4 جي والتانيه 5 جي، واللي هنراجعها النهارده ال 4 جي. واهم حاجه عايزك تطلع بيها من الفيديو النهارده، هل الموبايل ده فعلا يستاهل انك تشتريه ولا في بدائل تانية قيمه مقابل سعر حقيقيه؟ ما هو دي اهم نقطه لازم تعرفها من مراجعه اي موبايل. ونبدا بالتصميم. عندنا مربع في الظهر في الثلاث كاميرات مع الفلاش، وطبعا هنروح لموضوع الكاميرات ده في الجزء بتاعها. المربع بيبقى بلون اسود مختلف عن باقي ظهر الموبايل، وظهر الموبايل بقى فيه كذا لون منه، لكن المربع بتاع الكاميرات نفسه ده بيبقى كله اسود. الخامات بالكامل من البلاستيك، وكمان جاي بمعيار مقاومة طرطشة الماء والغبار الاي بي 65، وما تنزلش الموبايل المية لو سمحت. من قدام عندنا شاشة بثقب للكاميرا السيلفي وحافة سفلية كبيرة. الموبايل جاي بوزن تقيل 208 جرام مع سمك 8.2 مللي. ونروح بقى للشاشة اللي جاي بحجم 6.77 من 100 انش تي اف تي ال سي دي اتش دي، يعني مش عارف اقول ايه تاني بجد يعني. فنوع الشاشه هنا مش احسن حاجه، كمان الدقه هنا اتش دي مش فول اتش دي. شاشه 720 260 بكسل، داعمه لل 120 هرتز، ومعانا السطوع هنا بيوصل ل 850 نتس. طبعا الشاشه هنا مش احسن حاجه، الوانها مش لطيفه خالص، الوانها عاديه. كان من المفروض هنا يحط لنا شاشه بالوان احسن من كده، او على الاقل يعني تبقى جوده الفول اتش دي مش الاتش دي. لما نروح هنا للمعالج والاداء، عندنا معالج من كوالكوم لسناب دراجون 685، وطبعا المعالج ده مش محتاج اتكلم عنه، هو موجود في موبايلات كتير كتير قوي في اغلب الفئات السعريه. عندنا من فيفو، وعندنا من اونر نفسها مع الاكس 8 سي. معالج لطيف هيديك اداء يومي في التصفح والسوشيال ميديا، لا باس به، مش هيأثر معاك في حاجه، مش هيضايقك، ولكن هو مش معالج بتاع العاب ولا معالج بتاع استخدام تقيل، ولا حتى هو احسن معالج اللي موجود في الفئه دي. لكن طبعا دي نقطه هنروح لها بعدين في اخر الفيديو، وهقول لك مين اللي ممكن تشتريه في الفئه دي. الموبايل جاي مع اندرويد 15 و256 جيجا مع 8 جيجا رام. ونروح بقى للكاميرات، وعندنا كاميرا رئيسية 108 ميجا بكسل فتح عدسة 1.8، كاميرا تانية 2 ميجا بكسل للعزل، وسيلفي هنا 8 ميجا بكسل. هو بيصور فيديو بجودة 1080 30 فريم. الكاميرا الرئيسية هتقدم لك تجربة صور مقبولة، مش أحسن حاجة، مش هتبهرك، لكن هتقضي الغرض. نفس الكلام بالنسبة للفيديو، الفيديو هنا هيبقى مقبول برضه، مش أحسن حاجة، لأن في الفئة دي عندنا موبايل تاني هو وحش الكاميرات في هذه الفئة، برضه هكلمك عنه. أما بالنسبة للسيلفي فالصراحة يعني سيلفي 8 ميجا بكسل، وكمان الألوان بتاعته مش حلوة، الجودة هنا مش أحسن حاجة. من الآخر يعني السيلفي هيضايقك، فأنت لو عديت الكاميرا الرئيسية وما ضايقتكش فالسيلفي هنا هيضايقك. أما الحلو هنا إن عندنا سماعات استيريو، عندنا بصمة سريعة على زرار الباور، شبكات محترمة وقوية، والجميل هنا إن الموبايل يدعم مايك إضافي لعزل الضوضاء، وكمان معانا مستشعر ال NFC بقى عشان تدفع بقى وتشحن عدادات الكهرباء، تدفع بقى في المتاجر بقى بجوجل باي بقى ان شاء الله يعني. فتمام. كمان معانا بطارية كبيرة هنا 6500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع ال 35 واط. وعندي تعليق على نقطة 35 واط دي، هو الصراحة مش احسن حاجة 35 واط بتوع اونر، يعني الموبايل برضو هياخد وقت في الشحن، وقت حلو كمان، خصوصا ان البطارية هنا كبيرة 6500 ملي امبير، اللي هتكمل معاك لاخر اليوم مستريح من غير ما تواجه مشكلة معاه. ولو انت ملاحظ معايا فالموبايل اغلب مواصفاته مشابهة لموبايل تاني موجود في نفس الفئة، الفيفو واي 29، ولكن هو هنا يتفوق في مايك اضافي لعزل الضوضاء والان اف سي، فيعني حاجتين مهمين يعني لا بأس بهم. موبايل متسعر هنا ضمان محلي 256 جيجا مع 8 جيجا رام في حدود ال 9000 جنيه، والعلبة فيها الشاحن وفيها الجراب وفيها سكرينة ملزوقة على الموبايل. تجيب الموبايل ده لو انت مهتم بموبايل يتحمل الصدمات والتكسير، وانه يقع يقاوم خبطات وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت فيه شبكات محترمة، معاك بطارية كبيرة، العلبة متكاملة، وضيف على كل بقى ده انك بتحب اونر، ساعتها خلاص بقى روح هات الموبايل ده مفيش مشكلة. اما بقى لو بندور على القيمة مقابل سعر ومين ممكن يقدم لك هنا تجربة افضل، عندنا الجالاكسي A17. لو انت بتدور على تجربة تصوير محترمة تحت ال 10000 جنيه، الموبايل ده بلا منازع اقوى موبايل في التصوير، صور فيديوهات، هتاخد منه تجربة هتبسطك فعلا. في نفس الوقت عندك معالج قوي الهيليو جي 99 اللي هو احسن من هنا بحبة حلوين، وفوق كل ده كمان معاك شاشة اموليد الوان محترمة،
وسوفت وير طبعا مش محتاج اتكلم عنه، يعني روح شوف الفيديو بتاعه، حاجه جامده جدا يعني. وعندنا تاني موبايل من انفينكس، لو انت بتثق في انفينكس وما عندكش مشكله معاها ولا حتى في السوفت وير بتاعهم، فعندك الهوت 60 برو، بيجيب معالج الجي 200 وشاشه اموليد، يعني تجربه لا باس بها لو انت بتثق في انفينكس وبتحبها، مركز في النقطه دي. اما بالنسبه للاكس 7 دي النسخه ال 5 جي، فهديك نبذه سريعه عنها كده لحد ما نشوف هنعمل عليها فيديو ولا لا. هو نفس الموبايل ولكن مع معالج مختلف، السناب دراجون 6 اس جين 3، معالج اقوى من اللي موجود هنا، لا باس به على ثمنه، لكن انت بتدفع 11000 جنيه تقريبا في نفس الشاشه ال اتش دي تي اف تي اللي الوانها مش احسن حاجه، وتجربه التصوير برضو اللي مش احسن حاجه، كل ده ب 11000 جنيه، فما اظنش هتبقى حاجه مناسبه ليك. ولكن دي موبايلات جديده نازله حبيت اكلمك عنها، ويعني لو في اي استفسار نوروني في الكومنتات. مع السلامه.